مساء الخير عليكم. لما بنقول شهر رمضان يبقى بنفتكر مقالب رامز جلال اللي بيعملها في الفنانين. الوقت عامل لكم الإعلامي عمرو أديب مع نجوم الفن، وهو بيتكلموا عن مقالب رامز جلال. بس يا ريت قبل ما أخش في التقليد تعملوا لنا اشتراك في قناة زعيم الفن والتقليد، وتعملوا لنا برضو متابعة لصفحة زعيم الفن والتقليد على الفيسبوك. ودلوقتي نبدأ في التقليد. الجدع اللي اسمه رامز مش عايز يجيبها البر، عمال يفقع مقالب في الفنانين، مرة في البحر ومرة في الجو. مش كده يا رامز، اهدى شوية. ايه الحكاية ده اللي نعرفه مع نجوم الفن؟ عبد الرحمن توتة، انت عملت ايه مع رامز وهو بيعمل فيك المقلب؟ عيطت له يا اخي وقلت له حرام عليك، انت بتعمل فيا ليه وانت ملكاش اخوات صغيره يا اخي؟ ما بيرحمش. الفنان عادل امام الزعيم. الله، ده كلام. هو يوم مش فات، انا عارف. اسمع ده رامز، انا بحذرك انك تعمل مقالب في اولادي رامي ومحمد. دول خط احمر، بس في النهايه بقول لك يا رامز، انت شيء طيب وشيء جميل، وربنا يوفقك. الفنان كمال الشناوي. تصور الولد رامز كان عايز يعمل فيا مقلب، انما على بيت انا استخبيت في البيت 5 ايام، خليته يلف حوالين نفسه. بس عمل مقلب في سناء. تعالى يا سناء يا جميل، قول لنا عمل فيك مقلب ازاي؟ مش معقول يا كمال. لا بقى، انا مخبيه. مخبيه ليه؟ خلي الناس تضحك وتفرفش. الفنان صلاح عبد الله. تصدق يا عمورة؟ هتصدق ان شاء الله. النهارده يوم ايه قوي، ورامز عمل فيا مقلب في البحر وفي الجو، اجى يعمل معايا مقلب في الخراب. قلت له لا، صلاح ابو دقه ما بيتقالوش لا ولا لا. الف الف فنان محمود المليجي. انت بتكلمني انا يا فندي؟ طب وربنا وشرف المهنه اللي فوق كل اعتبار، احنا رجاله وقفنا وقفه رجاله، مش احنا اللي يتعمل فينا مقلب يا فندي. ده احنا كنا نقطعوه ونرميه للسمك ونخرطوه. ليمبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول لرمز جلال إن الجريمة لا تفيد، وبقول لأي شاب، لكل شاب وكل فتاة، لو رامز ما تلكش بس إيدك شعر بدان، أو اشرب من الجلة أو اضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن حسني. انا كنت زمان يا ابني كنت بفقع مقالب، كنت ارج اياتها حاره. كانت ام نيازي تقول لام برازي ان ده مش رج الحار يا اما، وما تعملش كده. الفنان محمود عبد العزيز. هوبا، لا مؤاخذة عمرو بيه، بدون لف ولا دوران لغاية الآخر. هي بقالب رامز لا مؤاخذة فاتحة ولا؟ يعني من ده على ده؟ ما هو لا مؤاخذة لو غاب ده احنا لا مؤاخذة بنشربوه، لو فاتح ده احنا بنضحكوه. الفنان صلاح السعداني العمدة. خيبة الله عليك، خيبة الله عليك. ايش فاهمك انت في مقالب رامز؟ اي والله رامز قال لي يا صلاح يا سعدني انا اعمل فيك مقلب. قوم اني بتفكيري قلت يعمل في البحر ولا في الجو، راح ضاحك عليا وراح عامل المقلب في الخرابه. قوم اني رحت في الكازوزه. الفنان سمير غانم. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي بمناسبة شهر رمضان، وبقول لرامز اوعى تعمل مقلب في دنيا وإيمي حبايب قلبي أنستونا. الفنان عادل أدهم. صحيح رامز فنان كبير وبيفقع مقالب في الصغير قبل الكتير قبل الكبير، بس نسى حاجة واحدة، اللي أنا عزيز. الفنان حسن عبدين. الواد اللي اسمه رامز ده هيجيب له الضغط، كل شوية عمال يفقع مقالب. حرام عليكم،
هتجيبوله الضغط، اكيد في حاجه غلط. عبد الله مشرف. الجدع اللي اسمه رامز ده كل سنة يعمل فيا مقلب. أنا قلت لازم أنفد منه السنة دي. ريت فقدت الذاكرة وراه عامل فيا مقلب وبقيت زي الشوال. الفنان الكبير يوسف وهبي. يا ده المهزلة، فكرة يا مينا لما الواد رامز كان يقعد يعمل فينا مقالب، وكان كل مقلب والتاني يدهنا كنا بنضحك عليه. يخيبك يا يوسف، فكرتني بالذي مضى. ياهو فلتسقط بنت سلطة ملطة. في النهايه انا كشخص بقول لرامز جلال روح اتعالج، وانا شايف لك دكتور اسمه محمد ثروت. الدكتور ده اكيد يعني هيشفيك من الامراض اللي انت فيها. دكتور الحقنا، دكتور الحقنا، دكتور ارجوك يا ابني اهدى، ارجوك اهدى. في ايه؟ انا بحب الصحابه يا دكتور، ورغم كده بعمل فيهم مقالب. قول لي يا ابني، انت عندك مرض خطير؟ ازاي يا دكتور؟ يعني مثلا عندك بقول لا راضي؟ لا يا دكتور. عندك فاجوليا في البشكورية؟ لا يا دكتور. اذا يا ابني لازم تلحق نفسك وتخش الشرنقة. ليه يا دكتور؟ ما انت لو ما تخش الشرنقة يا ابني هتخش عش الضبابير، وبدل ما تعمل مقالب في اصحابك هتعمل في الغربان والعصافير. ارجوك اهدى يا ابني، الحقنا يا دكتور. وفي النهايه يبقى احنا كده اتخلصنا من رامز وهيعمل مقالب في العصافير. وشكرا.